الدنيا كلها مقلوبة على طبق المكرونة ده. قلت لا، لازم اجرب بنفسي. رحت السيدة زينب عشان اشوف ايه الموضوع. لقيتها مكرونة عادية بالصلصة، ما فيهاش اي افتكاسات. بس ما بيني وما بينكم بيعملوا لها سر، لا انا ولا انتم عمرنا نقدر نتوصل له، وانا من الطعم اتوصلت له. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف ايه التركية اللي بيعملوها في المكرونة دي. معايا هنا حلة فاضية، حطيت فيها نصها كده مية، سبتها لما غليت. ضفت عليها معلقة ملح وكمان معلقة زيت زي اي مكرونة احنا بنعملها. وحطيت الكمية بقى اللي انت تحدديها. انا بالنسبة لي حطيت كيس مكرونة مرمرية وكيس مكرونة سباكيتي، قطعته كده لثلاث قطع. تمام. اول حاجة كده هنسلق المكرونة مع بعضها، وعادي لما تتسلق مع بعضها هتاخد كلها من سوا بعضها، مفيش اي مشكلة. مفيش حاجة لا هتتهري او هتستوي قبل حاجة. تمام كده. هقلبها هنا نفس التقليبه عشان ما تلزقش. اول ما بنزل بالمكرونه في قلب الحله لازم اقلبها عشان ما تلزقش في قاع الحله. تمام. هنا كانت خلاص بدأت تدخل في السوا معايا، هاخدها اصفيها، ولما اصفيها هفتح عليها الحنفيه عشان توقف عمليه السوا. وكمان هرش عليها معلقه زيت عشان تبقى كلها مش متماسكه في بعضها كده، حتى لو انا سبتها بعد ساعتين واستخدمتها. في نفس الحله شطفتها كده من مكان الميه عشان بس ما نعملش مواعين كتير. حطيت فيها كده حوالي 5 معالق زيت. ونزلت طبعا ببصلتين حمر كده من البلدي بتاعنا، قطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، رقيقة جدا. ورحت جاية بعد ما الزيت سخن نزلت فيهم بالبصل على على الزيت، وهبدأ ان انا اقلب لحد ما يتكرملوا وياخدوا اللون البني الفاتح ده. تمام. مش عايزاهم ياخدوا اللون البني الغامق، عشان لو اخدوا اللون البني الغامق الصوص بتاع المكرونة هيمرر معايا. تمام. دي تركاية لازم كلنا ناخد بالنا منها. هفضل اقلب فيها كده لحد ما خلاص الاقيها استوت، وهوريكم برضو الشكل بتاعها دلوقتي. تمام. لو وصلنا لحد هنا ما ننساش نصلي على الرسول كتير في الكومنتات يا جماعة. ما ننساش نعمل لايك ومشاركة للوصفة اذا عجبتكم. تمام. ده اللون اللي انا توصلت له اهوت. تمام كده زي الفل. هبدأ بقى لما خلاص الاقيها خلاص كلها اتكرملت وبقت واخدة لون موحد. هبدأ اشيلها كده بالصفاية بتاعتي او بالمقصوصة بتاعتي دي، تتشال معايا بكل سهولة، وهصفيها بكل سهولة. والزيت اللي احنا اللي باقي منها ده احنا هنستخدمه في باقي الوصفة بتاعتنا. تمام. هنا بقى بقية الزيت اهوت معايا. ضفت عليه كده معلقتين سكر صغيرين، انا ما حبيتش ان انا اكتر السكر قوي. ودي التركايه المحلات بتاعت السيدة زينب بتعملها، بتكرمل معلقتين سكر كده في قلب الزيت بتاع البصل. وده اللي بيديها الطعم المختلف عن المكرونة بتاعت البيت يا جماعة. تمام. هضيف عليهم بعد ما اكرملهم كده، هم مش باينين عشان هم مش كتير يعني، انا مش مكترة الكمية. حطيت عليهم 3 معالق من الصلصة. اول ما اخدوا اللون العسلي، السكر اول ما اخد اللون العسلي نزلت بالصلصه. مش عايزاهم ياخدوا برضو اللون البني عشان ما يمررش معايا طعم المكرونه. تمام. كراميل عادي، زي بيكرملوا كراميل عادي زي ما اكننا بنعمل كراميل للحلويات. تمام. هضيف عليهم كمان بعد 3 معالق صلصه، هضيف عليهم كمان حوالي 4 طماطمات كده مفرومين في قلب الخلاط او في قلب الكبه ومتصفيين. هقلبهم لحد ما خلاص يندمجوا كلهم مع بعضهم، وهسيبهم بقى لحد ما يستووا ويتسبكوا مع بعض. بعد التسبيك برضو هضيف التوابل بتاعتي. التوابل مش كتيرة خالص، هضيف شوية ملح وفلفل اسود وكمان كمون. تمام. اهو بضيفهم هنا اهوت. يعني ما بيضيفوش توابل كتير، هي مختصرين جدا في التوابل عشان كده لها طعم مختلف ومميز. تمام. هقلبهم زي ما احنا شايفين كده. وفي المرحلة دي هروح جايبة بقى البصل اللي انا شلته بالمقصوصة في قلب الطبق. هروح جاية فرماه كده بايديا، وطبعا بيبقى مقرمش وناشف اهوت. حتى لو لاحظنا البصل مش واخد اللون الغامق خالص يا جماعة، اكننا احنا بنعمل كشري من اللي بيتحط فوق الوش كده على الكشري او على البصارة. مش مغمقينه خالص عشان بس ما يمررش معانا. تمام. فرمته كده بايديا، او عايزه تفرميه بالكبه مفيش مشكله. وهروح جايه ضيفاه هنا على الطماطم، وهديله تقلبتين كده حلوين، وهسيبه ياخد غلوه ولا غلوتين مع الطماطم زي ما احنا شايفين كده.
اهو. يا ريت بقى لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تقولي لي بتشاهدي الفيديو من اي بلد، بيسعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم يا احلى واجمل اخوات. هجيب بقى المكرونه، شفتوا مع ان انا سلقه المكرونه في البدايه، بس التركايه بتاعتي اللي انا بعملها دي ان انت تحطي معلقه زيت على المكرونه ما بتخليهاش تمسك في بعضها نهائي، ودي سر من اسرار محلات الكشري بقى مش محلات المكرونه. تمام. هقلب كل الخليط كده مع بعضه لحد ما كله يندمج مع بعضه وياخد لون موحد، وتبقى عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي، اكنك معديه على محل كشري او معديه على محلات الانسجام اللي احنا خلاص طلعناها ترند عندنا في السوشيال ميديا اهوت. يلا بينا بقى نشوف الطعم عامل ازاي. عايزه اقول لكم طعمها بجد يا جماعه خطير، ويعني نصيحه مني ليكم ان انتوا تعملوا الصلصه بتاعتها دي بكميه وتشيلوها عندكم في الفريزر، كل ما تيجي تعملوا مكرونه تعملوها بالطريقه دي، حلوه جدا، وعندي الاطفال حبوها قوي. تعالوا بقى ندوق كده. عايزه اقول لكم طعمها خرافي يا جماعه بجد والله العظيم، مش عشان بس انا اللي عاملاها، لا انا جربتها بره وقلت لازم يعني ايه اعملها في البيت واجربها في البيت واشوف النتيجه هتبقى نفس الطعم بتاع بره ولا لا. هنا طبعا احنا عاملينها في البيت بنظافه وبحب وكل حاجه جميله، فانتوا طبعا انتوا اللي في ايديكم ان انتوا تلغوا موضوع ان احنا نشتري حاجه من بره ونعمل الحاجه في بيتنا. يا رب الوصفه تكون نالت اعجاب.